المسألة الأمازيغية. هل أنتم يعني راضون عن طريقة تدبير النقاش والنضال حول هذه القضية؟ القضية الأمازيغية كذلك العالم القروي كانت ولا زالت دائما يعني في اهتمامات الحركة الشعبية. اليوم المغاربة كلهم كيفتخروا كيعتزوا أن كاين يعني واحد التقدم ملموس، خصوصا بعد الخطاب الملكي ديال أجدير وبعد يعني الدستور ديال 2011 اللي اعترف بترسيم يعني اللغة الأمازيغية. الآن الدور ديالنا حنايا كحزب هو فعلا الدفع بتسريع تنزيل هذا الدستور، ولكن كاين دور اخر باش نكونوا واضحين، لان الدور اللي تلعبوه حنا كحركه شعبيه في الدفاع تلعبوه كذلك في واحد النوع ديال تهدئات الوضع، لان كجميع القضايا هناك من يريد ان يتطرف، من يقول ان الامازيغيه خصنا نديروها من غدا في كل شيء، في المدرسه في الادارات نكتبوا بها كذا. يعني هذا مشروع يمكن اللي نقول عند البعض خصوصا عند الشباب. الدور ديالنا كحزب سياسي تنقولوا خصنا نديروا هذا الشيء، ولكن تدريجيا اجيو نجلسوا. هذا الشيء اللي كندافعوا عليه، هذا الشيء علاش كنديروا الجامعات الامازيغيه سنويا، باش تنقولوا اجيو نشوفوا فين المجالات ديال الاولويه اللي تيخص اليوم تنزل فيها الامازيغيه. بدا الاعلام، بدا التعليم بتعطر، وتنتمناو اننا غندوزوا هذه المرحله. بدات اليوم تنشوفوا وتنفتخروا به ونعتزوا حتى الواجهات ديال الوزارات يعني تكتب باتفاق والرسائل تكتب، ولكن يعني راه الدور ديال الحزب السياسي ماشي انه غير يشعل العافيه. حتى كحزب سياسي الم تفقدوا زمام المبادره حتى في قضيه الامازيغيه؟ يعني حتى مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه اقترحه حزب الحمامه على لجنه العدل والتشريع. لا هذاك الشيء ديال المزايدات، انا الى تبعتوا الحركه الشعبيه وتصاريح موجوده، تصاريح علانيه، كنا نقول ونرفض دائما ان ننعت باننا بوحدنا اللي تنحميو الامازيغيه. تنقولوا الامازيغيه ما خصهاش تكون مساله ديال الحزب، خصها تكون مساله وطنيه مثلها مثل التعليم مثل الوحده، لان تتهم المغاربه كلهم، لان قضيه ديال الهويه ماشي قضيه انا امازيغي او تنتحدث. ولهذا ما عمرنا دخلناها كعنصر يعني سياسوي باش نسيسوا به. وحتى في القانون التنظيمي الان عندنا فعلا مسوده تنقولوا ابدا هذا تيخص تجلس عليه اما الحكومه ككل اما الاحزاب السياسيه ككل، لان ماشي قضيه تحط القانون. فين ها انت حطيتيه غدا اش غتقول فيه؟ تيخصنا نعرفوا فين غادي نستعملوا اللغه الامازيغيه، كيفاش غنستعملوها، كيفاش انها تجي ما تضرش اي بينا. هذا هو. ونحن نشتغل بشيء يذكر هناك مؤخرا دعوه لاعتماد الدارجه كلغه للتدريس في التعليم، ما رايكم في هذه الدعوه استاذ العنصر؟ أنا صراحة رأيي الشخصي أن الحزب لم يتداول بعد هذه النقطة. رأيي الشخصي إذا كان الاستعمال ديال الدارجة في السنوات الأولى ديال البداية لتسهيل يعني التعليم ديال البرامج الرسمية اللغة العربية ولغات أخرى، لا أرى مانع، لأن الولد تيدخل تجي تعطيه السمية ما عرفتش ديال شي حاجة اللي مختلفة، إلا فسرتيها له بالدارجه إلى كذا. هذا الشيء هو اللي كاين دابا. لا الشيء كاين. لا اسمح لي، لا يمكن نزيدوا فيه شويه، لان راه كاين اللي كيجي تيقول له لا تقول هذا، قول كذا كذا شي، وتيمشي يدخل للدار تيقول لهم انتم كذا. هذا يمكن له تستعمل، يمكن تستعمل في التعليم العالي ليس كلغه، كبحث مثلا في الثقافه باللغه الدارجيه، في الروايات بالدارجه. انا هذا لا ارى مانع، لكن نخليو هذه البلاد بعد 50 سنه و60 سنه كل مره يعني كلابوراتوار تنديروا فيه تجربه، بدينا بالعربيه والفرنساويه، حيدنا الفرنساويه، ردينا العربيه، حيدنا العربيه، وعاود دابا غنحيدوا ونردوا. راه اعتقد ان المغرب ما يمكنلوش يكون يعني ما الذي تقترحونه لحل الاشكال اللغوي في المغرب؟ للان يعني طفى الى السطح. اين هو الاشكال اللغوي؟ يدخلوا الامازيغيه لان لغه رسميه خصها تعمم وتدخل. اللغه العربيه لما دخلنا الامازيغيه تنقولوا الامازيغي فسر للدراري بالامازيغيه داك الشيء اللي كتقول لهم حتى تيبداو تيتعلموا. انا تنقول في رايي هذا هو اللي خصنا نديروه كذلك بالنسبه للعربيه. الدارجه راه كيف ما كان الحال غادي يتعلمها. ولكن واش بغينا، انا ما تبعتش النقاش. اذا كان الغايه هو نبدلوا العربيه الفصحى بالعربيه الدارجه، انا ما متفقش. احسن نحيدوهم بجوج، نديروا الامازيغيه والانجليزه وكذا ونقولوا بعدا، ولكن زعما راه ما. طيب سمعوا الاستاذ ميلود باختصار. عندي سؤالين استاذ عنصر.
يعني أعتقد أن تعامل الحزب الحركي مع الأمازيغية هو تعامل عاطفي. الآن السؤال الأول، هل تعتقدون أن حكومة بن كيران أنها ستخرج القانون التنظيم الأمازيغية من 2015؟ مفروض عليه. نعم، لا مفروض. ثانيا هل الحزب ديالكم يمتلك تصورا على شكل مشروع قانون تنظيمي للأمازيغية ويقدم إلى البرلمان؟ هل تمتلكون هذا المشروع أم علاقة عاطفية؟ طيب سامعوا لا ليست علاقة عاطفية، وقلت بأن يعني المشروع قانون تنظيمي. لا نقول أنا غنجاوبك. عندنا عناصر المشروع ويمكننا نديروا مشروع كامل مدقق في 10 ايام، ماشي المشروع ماشي القانون اللي مطروح. ما هي المجالات ديال الاستعمال ديال اللغة الأمازيغية اللي خص يتفقوا عليها المغاربة؟ أما القانون واش القوانين يعني تتحط مشكل؟ وفعلا درسناها وعندنا مسودات وعارفين المسوده اللي داروها الاخوان في الاحرار، ومسودات عندنا حتى حنا وعندنا ناس اخرين. المشكل هو النقاش والحوار، اين هي المجالات واشنو هما المداد، شنو غنبداو به. بغينا نديروها في المدرسه، نحددوا المده فين غتوصل، واش غتبقى غير في الابتدائي، واش غتوصل للثانوي، واش غتزيد في وقاش. هذا مازال ما كاينش فيه اتفاق. هذا فيما يخص الدارجه عندي موقف. اولا اعتقد ان الدستور حسم ان العربيه هي اللغه الرسميه للبلاد. فيما يخص الدارجه هذا النقاش هو هامشي. اعتقد انه تم تمييع المجال الحزبي في السياسي، تم تمييعه منذ سنوات، والآن هناك استهداف لتمييع المجال اللغوي. لا يعقل أن فرنسا بقدها انه ميتيرون استعمل لو فيتو لانغويستيك في 92 في القضيه ديال الكاط. لماذا؟ للحفاظ على الهويه الفرنسيه. الان الدارجه، شو الدارجه؟ التلميذ يدخل المدرسه شو تتعلم؟ القاعده، لي ريغل غرامير. ماذا تمثل القواعد النحويه في اللغات كل العالم؟ هي القوانين الضبط، راه بحال القانون تينظم الدوله. لعل من الدارجه التلاميذ بدون قواعد غندخلوا الى تسيب لغوي وغيكون خطير على مستقبل الهويه المغربيه. انا ما بغيتش ندخل لهذا الباب، وعليها قلت بان غير يعني كانت الاستئناس باش يتعلموا الناس، انا متفق، ولكن فعلا راه عندنا متفق معك في هذا الباب هذا. راه ما يمكنناش يردوا اللغه العربيه الدارجه، والا غنرجعوا لذاك الكتاب ديال يلا هو ديال زمان ملي كانوا النصارى وكنديروا سميتها الدارجه في البروفي وفي هذا. طيب ما بقاش الكثير من الوقت استاذ عنصر، رايكم